السلام عليكم ناس الخير. تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبأحسن حال يا رب. مرحبا بالناس القدام وترحب بزاف بالناس الجداد اللي انضموا للقناة ديالي. المهم الا كنتوا واجدين نبداو القصة ديالنا. تخيل معايا تعيش حياتك وانت كتساند وتضحي، كتخلي الاحلام ديالك باش واحد الانسان اخر يوصل الاحلام ديالو، كتصبر على قساوة ديال الأيام والتعب على أمل شي نهار تفرح، وفاش تيجي هذاك النهار ما كيكونش كيف ما تخيلتي نهائيا. كيفاش وعلاش؟ هادشي اللي غادي نعيشو في قصتنا اليوم. تتقول صاحبة القصة: أنا فاطمة، بنت تعيش في واحد الدوار صغير مع والديا وخواتاتي. كنت أنا المتوسطة وسط منهم. الأب ديالي فلاح عادي والأم ديالي ربة منزل، تتعرف غير الطياب والشقا وتربية الوليدات، امرأة بسيطة بمعنى الكلمة. تنعيشو من داك الشي اللي تيفلح الأب ديالي في الأرض من قمح وخضروات. كنا الحمد لله عايشين في واحد البساطة وقناعة، وحياتنا كانت زوينة، واللي مزينة هو اللمة اللي كنا عايشينها. وبالنسبة للدراسة كانت أي وحدة فينا تتوصل حدا السادس وتتريح في الدار، بحكم أنه حنا بنات وحتى الوضع المادي ديال الأب ديالنا ما كانش يسمح ليه باش يكرينا في الفيلاج، يعني في القرية اللي تابعة لينا اللي فيها الكوليج. المهم يعني الأغلبية اللي كانوا تيكملوا الدراسة ديالهم تيكونوا الدراري. بالنسبة لي أنا كان نفس القضية، يعني حدي السادس، وصلت السادس جلست في الدار. هو اللي كان تيميزني أنا في وسط الخواتات ديالي هو أنني كنت قافزة شوية، ذكية، ويعني دغيا تنشد الحاجة إلا شفتها في أول مرة دغيا تنشدها. وكنت أنا الوحيدة تقريبا اللي تيلجأ ليا الأب ديالي نعاونو في شي وراق إلا بغا يقراهم، شي حاجة خاصو يعرفها، إلا بغا يخلص شي حاجة في الفواتير اللي عنده. المهم كنت كيما تيقولوا القويفزة ديال الدار. واحد النهار جاو يخطبوا فيا شي ناس تيسكنوا تقريبا في نفس الدوار اللي تنسكنوا فيه. جاو يخطبوني لولدهم. ولدهم كان من الدراري اللي كملوا قرايتهم في الدوار ديالنا، ولكن تقريبا حدوا الباك، ما شدش الباك، يعني تقريبا وصل البكالوريا وما كملش. المهم بقى حياته كامله داكشي اللي مورا القرايه بقى تيعاون باه في الحرث والدراس وكل حاجه تتعلق بالفلاحه. المهم كان راجل ديال الزمان. دازت الخطبه بخير وعلى خير وكتب الزواج وداز كلشي هو هداك. العرس مزيان كالعاده، يعني داكشي اللي داروا والديا لخواتاتي داروا ليا حتى انا. مشيت عشت معاه في دارهم، كانت الحياه عاديه، يعني نفس الحياه اللي كنت عايشه في دارنا تقريبا هي نفس الحياة اللي كنت عايشة معاهم، يعني بسيطة وعلى قد الحال. الناس يعني ما عندهمش وما خصهمش، كانوا مزيانين معايا، وحتى انا كنت تنعاون باللي قديت عليه واللي تنعرفه. حتى علاقتي مع راجلي كانت على احسن ما يرام. غير هو اي واحد فاش تيتزوج تيتزاد عنده المسؤولية ديال المرأة، يعني تيكون عنده واحد المتطلبات ديالهم. هادشي اللي خلى راجلي يعني تيقلب وتيسول. واحد النهار كان جالس هكا مع صحابو، وكانوا الاكثريه شي وحدين تيخدموا في المدينه. بقاو تيجبدوا معاه موضوع انه علاش يخدمي وداكشي. قال لي راه كاينه واحد الخدمه ديال البني، الا كنتي يعني مهتم باش تمشي معنا نلقاو لك بلايصه تما وتحرك مع راسك شويه. المهم جا عندي راجلي يفتح معايا الموضوع، قال لي ها اللي كاين وها اللي كاين، واش انت زعما ما عندكش مشكل نمشي انا للمدينه ونخليك هنا؟ انا بالعكس مرتاحه مع دارهم، ما عنديش شي مشكل، وفيها نيت فائده ما تعرف ربي يسهل عليه ويتحرك شويه ومنا يعاوننا ويعاون حتى دارهم. هذاك الشيء يعني وافقت بلا تردد. المهم بعد ما وجد الامور ديالو، حوايج جاتو داك الشيء اللي عادي خصو، مشى توكل على الله ومشى مع هذوك صحابو، مشى معاهم للمدينه اللي بيبدا فيها الخدمه. يعني الأمور كانت على أحسن ما يرام، حتى المعيشة ديالنا الحمد لله بان فيها واحد التغيير. يعني داك الرزيق اللي تيصور تيجي مرة في الشهر، تيجي تيتقدى يدور مع العائلة ديالو، أنا تيشوف شنو خاصني. الحمد لله يعني الأمور ديالنا كانت غادا مزيان. داز تقريبا واحد العام ونص وراجلي الحمد لله اني استقر في هذيك الخدمة، قدوا ليه وريقاتو
بخير، رزيق عاد ما تزاد، يعني عجباتهم الخدمة ديالو، زادوا ليه شوية البركة في الخلصة ديالو، وبقى على داك الحال. تيجي شهريان تيتقدا لينا شنو خاصنا، يدور مع الوالد ديالو مع الام ديالو، حتى انا ما كانش تيخليني ناقصاني شي حاجه. المهم جا جلس معنا، كلا اللي قسم الله، وجلس معايا هكا، جبد معايا موضوع، قال لي راه طاحت لي في بالي واحد الفكره، اش بالك زعما تجي نكري انا تما شي بويت، وتجي ان شاء الله تجي تجلسي معايا، ومنها تكوني قريبه ليا، ونلقى اللي طيب ليا مويكله ويقابلني، حسن ما نبقاو هكا كل واحد في بلاصه. ونيت انا دابا الحمد لله راني خدام محرك ماشي مشكل، ومره مره راه نزور العائله. انا ديك الساعه الصراحه عجباتني هذيك يعني الاقتراح اللي قال لي، عجبني بزاف وكنت فرحانه بزاف. قلت نيت منها نكون حدا راجلي، واي مراه راه تتبع راجلها بطبيعه الحال. واخا انا راه دارهم ما كانوش معايا زعما خايبين ولا شي حاجه، كنت مرتاحه معهم، وكانوا حتى والديا قراب ليا، مره مره تنجي نطلع عليهم. ولكن على قبل المصلحه ديال راجلي يعني وحياتي ومستقبلي، من الاحسن نمشي نستقر مع الراجل ديالي. المهم قال لي نوجد راسي داكشي، ونعلم والديا نشوفهم، تكون الامور هو هذاك باش الا علمني نكون واجده، ويجي ديك الساعه يديني. المهم هو مشى، توكل على الله، مشى بحالته للمدينه، رجع للبلاصه فين خدام. من تما بدا تيقلب على الكرة، يلقى شي كرة اللي مناسب لينا، ويكون في شي بلاصه اللي مزيانه. وديك الساعه الا وصلت الوقيته اللي بيجي باش يديني، راه ندي انا حويجاتي وكلشي ونمشي معاه. المهم جات الوقيته اللي بيجي فيها في وسط الشهر، وكنت نتسناه بفارغ الصبر متى يجي. كنت انا واجده مقاده اموري كلشي، هو هذا كيتعرف هذيك النزله اللي بينزل، يا اما عاد يديني، يا اما عاد يقول لي لا راه باقي ما لقيت. ساعه من حسن الحظ قال لي راه لقيت واحد الكرا زوين مع واحد جوج الناس كبار، الدار ديالهم هذيك هما ساكنين لتحت، وحنا غادي نسكنوا الفوق تما واحد البيت. بغاو اللي ونسهم واللي عمر عليهم، في نفس الوقت هذيك البركه تعاونوا بها على الزمان. هما زعما راه ماشي مخصوصين، ولكن هي دايرين منا تعمروا عليهم ما يحسوش بهذيك الوحدانيه. انا عجبني الحال، صافي وجدت راسي توادعت مع دارنا، توادعت مع العائله ديالو. البكا راكم عارفين هذيك المرحله وهذيك اللحظه تتكون صعيبه شويه على اي واحد اللي تيكون متعلق بالناس اللي دايرين به. ايوا اجي تشوفوا، اول مره بغيت نركب في الكار، واول مره عادي نسافر، ما تشوفوا وين دوخه وين حاله جاتني. وهذيك اللحظه فاش نزلت من الكار وشفت هذاك العالم، ما بقيت عافت راسي واش نوقف ولا اش ندير، اش من بني واش من ناس غاديين جايين، كلشي ملهي، كلشي دايخ، ما كاينش الحركه. الناس تبارك الله محركين، لا علاقه مع الباديه ولا علاقه مع الدوار اللي عايشين فيه، اللي الاكثريه الوقت تلقاوه مصفر. الناس ينوضوا الصباح بكري وينعسوا بكري. المدينه عالم اخر. وتعجبت، بقيت غادا حالة فمي وتندور في عينيا، تا وصلنا لهذيك الدار اللي ساكنين فيها ودخلت. المهم دخلنا البيت، دخلت حويجاتي وداك الشيء، قال لي راه نمشي نجيب شي حاجه ناكلوها نعتقو، وانتي جلسي قضي امورك وداك الشيء، وقالتي اللي خاصك في البيت على ذوقك. بقيت انا هكا حتى تنسمع الدقان. هذيك اللحظه اللي حليت وانا نلقى واحد المراه كبيره شويه في العمر، وجهها تبارك الله منور. قالت لي راه انا في راسي اليوم جايه، وراه قال لي راجلك ان شاء الله اليوم عادي تجي، مرحبا بك عندنا، وانت بنيتي ديري هاد الدار بحال اللي دارك، اللي خاصك ولا دارك شي حاجه ولا محتاجه شي حاجه، انا راه كاينه لتحت، دقي عليا ديريني بحال الوالده ديالك وكتر. انا ما تصورش هذيك اللحظه، هذيك الخلعه اللي كانت فيا وهذاك التوتر، حسيت بواحد الراحه، حسيت بحال اللي الام ديالي جبتها معايا في هيئه اخرى. ايوا الحمد لله، قلت لها شكرا بزاف وسلمت عليها، ومشات بحالتها، وانا بقيت في البيت ديالي تنكمل شغلي. ايوا خويتكم، الايام الاولى في المدينه ما كاين غير النعاس، تنجمع داكشي اللي قسم الله في هذاك البيت، وتنطيب اللي قسم الله تناكلو، حيت اصلا راجلي ما كانش يتغدى معايا من الفطور حتى العشيه، عاد تيجي تناكلو هذاك الشيء اللي كاين ديال العشاء، هكا شي حاجه خفيفه وتنعسو، وكذلك كل نهار هكا. المهم بديت تندخل في واحد الدوامه ديال القنطه. كنت مره تنهبط عند هذيك السيده لتحت نتوانس انا وياها، وكنت بعض المرات تنقول نعاونها الا خاصها شي حاجه، وكانت تفرح بزاف مسكينه. المهم هي لقات مع من تحدث، وانا لقيت انا مع من نفوش شويه.
واحد النهار هكا فطر راجلي سال الامور ديالو مشى في حالاتو، انا قضيت اللي قسم الله في البيت. تسنيت حسيت بالسيده فقت وانا ننزل عندها، بقيت جالسه معاها هكا وبقينا هضره تجيب هضره هضره تجيب هضره، وهي تجبد معايا موضوع قالت لي زعما القرايه ديالك حتى لي متى قريتي وسميتو، قالت لي حدي الساس، وقالت لي تبارك الله تتباني بحال اللي شابعه قرايه يعني، تبارك الله من هضرتك ومن الطريقه كيفاش تتصرفي تتباني بحال اللي مكمله قرايتك. قلت لها انا راهي مع الفراجه هكا تنبقى نتفرج وتنشد المعلومات، وعزيز عليا نتعلم اي حاجه بانت ليا قدام عينيا نتعلمها اللي تتفيدني، وتنبين راسي ديما قابطه. وعاودت لها على الوالد كيفاش تيتعامل معايا وكيفاش كان تيعتمد عليا في شحال من حاجه، وهي تقول لي وانتي تبارك الله دايره بحال هكا يعني وقادره تنفتحي وقادره يعني تندمجي مع الناس وباغا تعلمي، علاش ما تقلبيش على راسك؟ تبارك الله المدينه كبيره، والمدينه اصلا ما مدارش للجلوس، كاع الناس تقريبا محركين فيها، علاش ما تقلبيش على راسك شي خديمه هكا ومنها تعاوني راسك وتعاوني راجلك على دوير الزمان. انا الصراحه عجباتني الفكره، بقيت تنفكر قلت لها والله الا فكره زوينه، ولكن المشكل هو كيفاش غنقنع راجلي. قالت لي انتي حاولي معاه، بغا هو هذاك ما بغاش راه من الخير ما عندك ما ديري. ايوا ديك العشيه تسنيت راجلي تاجا، حطيت ليه هذاك الشيء اللي طيبت اللي قسم الله، كلينا شبعنا، حتى عمرت كويستاتي وجلسنا وبقيت نتسنى اللحظه الحاسمه باش نتجبد مع الموضوع. المهم وانا نقول ليه شوف راه طاح ليا في بالي واحد الموضوع وبغيت نتناقش معاك، قال لي واخا اشنو، ياك ما كاين باس. قلت ليه زعما انت دابا تضرب تماره عندك مصروف كتير، الكرا الضو والمصروف ديالي وديال والديك، اش فيها الا انا قلبت على راسي وتبارك الله انت تشوفني راه زعما ماشي شي وحده اللي مدعدعه ولا خويويفه، المهم ما تنقدر نتاقلم مع اي حاجه، خليني نقلب على راسي نلقى شي خديمه كيما كانت، المهم تكون محترمه ونعاونك هذاك الرزيق اللي غادي نصورو نزيدو على الرزق عندك، وتبارك الله يكون الخير والبركه ونديرو علاش نرجعو. السيد ما عجبوش الحال، قال لي مالكي واش انا ما قادش بيك، واش انا حرمك من شي حاجه؟ ايوا قلت له انا راه ماشي داكشي، غير بغيت نعاونك. قال لي هذا الموضوع ما بقيتش جبتيه معايا وخليني صافي صافي، وحنا سدو الموضوع، جلسنا شويه ونعست وداز الوقت هكاك، وصحابكم جلست وريحت، ما بقيت درت حتى شي محاوله، بقيت كل عشيه مره نزبي نهار يومين تنجبد معاه بالفن، كل مره تناخد واحد الطريقه باش نبدا معاه الموضوع، بقيت حتى قنعته. وفاش قنعتو ما تصوروش الفرحه ديالي شحال كانت كبيره، بالفرحه انا بطاليا تطلع الصباح باش نقولها للسيده اللي تحت مني، السيده اللي كاريه لنا الدار. المهم فاش نزلت عندها قلتها ليها وهي تقول لي شوفي سبحان الله العظيم نتيا راه مرضيه الوالدين. قلت لها علاش؟ قالت لي دابا هي تقريبا واحد يومين عيطت لي بنتي خدامه وراجلها خدام، والدار يعني ما عندهم لا وليدات لا والو، والدار تيبغيو غير اللي قاد ليهم هكا رويتشات خفيفين يطيب ليهم ميكله ويمشي في حالاتو، ما تتبغيش المباته. قلت لها الله الحاجه الله 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 على اخبار شحال زوينه، جات في وقيتها وانا نطير عليها بست ليها يديها قلت لها الله يجازيك بخير، صافي قولي ليها انا موافقه اي حاجه. قالت لها وشوفي راه بنتي معقوله وتتبغي الناس معقولين، وانتي انا متاكده انه ربي ما عاديش يحاشمك معاها. ايوا انا بالفرحه ما قداتني طالعه ونقز وفرحانه، قلت صافي بداو الاحلام ديالي كاملين تيبانو قدام عينيا، واول خلصه يعني واحد الاحساس كان زوين زوين بزاف. الا وصلتي لهاد الفقره وباغي تكمل القصه ما تنسانيش بواحد الاشتراك. المهم فاش راجلي جا قلتها ليه، قلت له شو سبحان الله العظيم باش تعرف ان الرزق مكتاب ليا، قلت ليه كلشي، وهو منين سمع انه الخدمه من طرف السيده اللي تحت منا حيت كانت عازه عليه وتحترمها، والناس الله يعمرها دار يعني ناس معقولين، قال لي ماشي مشكل، هو بشرط انا اللي غادي نديك وانا اللي غادي نجيبك. قلت ليه ماشي مشكل، المهم منين وافقتي ليا انا انا الحمد لله موافقه ماشي مشكل. المهم اول نهار الخدمه ديالي كنت نحس براسي بحال اللي غادا ندوز شي امتحان، نضنا الصباح بكري فطرنا داني حطني في البلاصه اللي وراتني السيده، العنوان اللي عطاتني. دخلت تعرفت على مولات الدار، كانت زعما واحد الانسانه طيبه ومتواضعه، واخا تبارك الله الدار ديالها كي دايره وحياه زوينه يعني تبارك الله عايشه بخير.
بقيت هكاك على نهار على نهار الخدمة ديالها يعني معاها مزيانة، ما كانش تتحملني فوق طاقتي، تنطيب داكشي اللي كاين، وبحكم ان الطياب كان ديالي زوين وكانت الشقة ديالي مضبوط كانت تتعجبها الخدمة ديالي، وكانت مرة يعني تتكافئني شي مكافآت وتدور معايا. المهم خدمة كنت مرتاحة فيها 100%. الامور ديالي انا وراجلي الحمد لله ولفنا السيستم ديال الخدمه، هو تيمشي لخدمته انا تنمشي لخدمتي، وتنجيو مجموعين تنجلسو ناكلو ناشطين. الحمد لله حياتنا كانت غادا مزيان، يعني حسينا بواحد الاستقرار. حتى والدينا دزنا الرزيق ولينا تنصيفطو ليهم اكثر من داكشي اللي كنا تنصيفطو ليهم. يعني الحياه ولات مزيانه واخا بسيطه، ولكن كانت مزيانه بالنسبه ليا انا. واحد الليله كنا جالسين هكا مريحه انا وراجلي تنتناقشو، وبقى ساهي وانا نقول ليه مالك كيف ما كاين باس. قال لي شو سبحان الله العظيم دابا كون كملت قرايتي، يعني قريت وكتب لي الله نقرا ونشد ديبلوم ديالي والشهاده ديالي في سميتو في شي تخصص، وكتبنا نجيو لهاد المدينه وخدمت. يعني كان غادي نخدم خدمه حسن وغنكون متوظف دابا شي وظيفه مزيانه، حتى حياتنا بتكون حسن وحسن. وانا ندور جهته وانا قلت ليه حتى دابا باقي الحال، يعني انا ماشي من العاكزين. وافقت ديك الساعه قلت ليه حتى دابا باقي الحال، علاش مالك؟ حتى دابا الا بغيتي تقرا وتكمل قرايتك ماشي مشكل، وانا جنبك وديما معاك. وحتى الخدمه راني خدامه الحمد لله مزيان وتنتخلص خلصه زوينه، هذيك الخلصه اللي ممكن نخلص منها الكرا ونعيشوا منها ومازال نصيفطوا لوالدينا اللي قسم الله. فهمتيني؟ يعني الا باغي توكل على الله وتكمل قرايتك انا راه غادي تلقاني جنبك في اي حاجه. المهم بقى جالس تفكر ويقول لي صافي دابا موضوع جبدناه خلي ماشي مشكل. المهم داز الوقت جمعنا الموضوع ما بقيناش قاع تناقشنا فيه، تقريبا دازت واحد الوقت نيت توصلت السنه الدراسيه الجديده، يعني تقريبا تقولوا داز العام هذاك اللي كنا فيه وجا عام جديد. تاتي فاجئني راجلي جايب وريقات اش هادشي ياك ما كاين باس. قال لي باركي ليا راني تقيدت في الباكور. وبالفرحة تنقز ونعنق في هذوك الوراق. قلت لي أحسن فرحة وأحسن خبر سمعته في حياتي. المهم قلت ليه ها انت شو كون هاني، انا غادي نوجد لك كاع الامور والظروف اللي بيساعدوك باش تحفظ وباش تقرا. انت ركز ليها في قرايتك وفي حفاظتك وخلي كل شيء عليا اللي خاصك في كتوبه في اي حاجه بغيتي تقادها اجي عندي انا نعطيك واللي بغيتيها في يديك. ايوا بدا الموسم الدراسي، بدا تا هو تيمشي يقرا، تبع القرايه ديالو. كنت تنخليه في الدار تما مرتاح تيحفظ مع راسو، تنجي تنوجد ليه مويكله. يعني كنت دايره ليه جميع وسائل الراحه اللي يحتاجهم اي واحد بغى يقرا وبيرتاح مع راسو وبيحقق الحلم ديالو. الحمد لله وصلت يعني المرحله ديال الامتحان الوطني داز كل شيء بخير. الحمد لله نجح جاب نقطة مزيانة، فرحنا بزاف ما تصوروش الفرحة ديالي، تقول بحال لي انا اللي ناجحة. المهم من بعد قرر يكمل القراية ديالو في المرحلة الجامعية، بدا يكمل في التخصص اللي اختار هو اللي كان مرتاح فيه. المهم دازت واحد السنوات ديال الصبر والكفاح والحفاظة والصهير، وحتى انا كنت ما خليش من جهدي زعما معاه. اي حاجه كان باغيها بغى يطبع شي وريقات بغى شي كتوبه كنت نحضرهم ليه في الحين. المهم حتى السيده اللي كنت خدامه عندها الصراحه عارفه كل شيء بالديتاي، يعني ما كانتش باخله عليا بشي حاجه، اي حاجه بغيتها تتعاونني فيها مسكينه. المهم دازت الامور بخير وعلى خير، ووصلت للمرحله اللي بيشد فيها الشهاده الجامعيه. هذاك النهار فاش جابها ليا ووراها ليا ما تصوروش الفرحه ديالي كانت كتر بزاف. تصوروا لدرجه درتها في كادر وعلقتها في الحيط، ومره فين ما ندوز هكا نبقى نبوسها ونعنقها تقولوا انا اللي جايبه هذيك الشهاده وانا اللي ناجحه. وكنت ديما تنقول الحمد لله الحمد لله ربي واخيرا حقق ليا الاحلام ديالي، وغادي نعيشوا بخير وغادي نصوبوا العائلات ديالنا وغنوليو باحسن حال. دابا وصلت لمرحلة ديال انه يبدا يقلب على خدمة في التخصص ديالو. كان كل نهار تيتوكل على الله. بطبيعة الحال قبل ما يبدا يقلب شريت ليه البيسة، مشى هو اللي اختارها بيديه باش يمشي زعما بواحد الحالة اللي مزيانة. راكم عارفين الشركات خاصك تكون المظهر ديالك مزيان، تكون عاطي واحد النظرة باش حتى هما يزعموا يقبلوك ويدخلوك يعني تخدم معاهم.
مشينا شرينا واحد الكوستيم مزيان، الاختيار ديالو والصبيبيط كلشي هو هداك، من الريحة شريناها. ايوا بقى نتوكل على الله، وبقى يقلب 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 حتى طاح على واحد الخدمة فواحد الشركة اللي كانت زوينة هو براسو. فاش كان مشى دوز يعني مقابلة العمل، كان جا قال لي شوف واش يستيوني ولا ما يستيونيش، حيت اصلا هذيك الشركة كانت كبيرة ومعروفة. وهنا كانت المفاجأة انهم عيطوا ليه وقبلوا انهم يخدم معاهم ويبدا معاهم. وهذاك النهار كان عندنا بحال العرس. تصوري واحد الحاجة اللي كانت في الضبابية ولات واضحة وتتبان لك كلشي تحقق قدامك. انا راه كنت فرحانه، والخدمه ديالي تنخدم بواحد الطريقه، يعني انسان فرحان تقول الحمد لله صافي ربي سهل علينا وراجلي ارتاح، وكنت سبب انني باش نحقق ليه الحلم ديالو، وحتى هو ان شاء الله غادي يحقق لي الاحلام ديالي. المهم راجلي بدا الخدمه ديالو، وبدا يدوز واحد الوقيت فيها مزيان، وبدات مظاهر الخير تتبان عليه، يعني انه الخدمه اللي خدام كانت مزيانه، وكانت حتى الخلصه ديالها الحمد لله كانت مزيانه. من بعد قررنا ان نتحولوا لدويره شويه، يعني يكون فيها جوج بيوت هكا وصويلين وكويزينه، يعني اللي نقدروا نعيشوا فيها كاملين. من بعد الا كتب لنا الله شي وليدات راه نجلسوا فيها. وكانت قريبه لهذيك السيده اللي كنا كاريين عندها، حيت هي اصلا كنت عندي واحد العلاقه كبيره بها، وكانت حنينه فيا ما قدرتش نخرج. ولكن مع الاصرار ديال راجلي وانه قال لي انا دابا راه خدام مزيان والمظاهر وحشومه الا بيجي عندنا شي حد يزورنا من صحابي ولا شي حاجه ما جاتش يجيو عندنا في هذا البيت. انا هذيك الساعه وافقت، قلت ليه ماشي مشكل. المهم لقينا واحد الدويره لحسن الحظ قريبه لهذيك الدار اللي كنا كاريين فيها، وكنت مرة تنمشي عند هاديك السيدة وتنسول فيها، حيت كان الخير ديالها من بعد الله كبير وكبير عليا. ايوا هنا بغيت نبدا واحد المرحلة اللي ما كنتش دايرها في البال ديالي. غادي نبدا نشوف شي حوايج من راجلي اللي ما عمرني تخيلت انه غادي نشوفهم منه ولا غادي يديرهم. ولا السيد بعض المرات تيتعطل حتى لواحد الوقت، تنبقى نتسنى بحكم انني غادي نصبح خدامه، كنت تنبقى نتسنى حتى تنعيا وتيديني النعاس، تنوض الصباح تلقاه ناعس. المهم تنفيقو نفطرو الله يعاون، ما كنتش تنجبد معاه كاع الموضوع على الصباح، تنقول خليه حتى من بعد العشيه ونهضر معاه. فاش تنهضر معاه في العشيه تيقول لي ايوا راه عرفتي الخدمه والناس والعلاقات وداك الشيء، مرات يديروا لنا شي تجمع شي حاجه هكا شي حفيله، ايوا بغيتيني نخرج من الجماعه، ايوا راه هادشي اللي كاين. صحابك انا دابا باقي في البني خدم وزيد، انا دابا راه شركه وشركه معروفه، نتي راه ما تعرفيش في هادشي ما غاديش تفهمي فيه، حيت نتي راه تتعرفيه راكي عارفه طياب والجميع. المهم خليني على راحتي، ياك المهم تنجي للدار صافي. انا تنبقى تنشوف تنقول يمكن عنده الحق، انا دابا اش فهمني في هذا الشيء. المهم راه تيجي للدار من بعد السيد ما بقاش مكفيه يسهر ويجي، ولا تيبات وتيبات بعض المرات ليلات متابعين. واش بين ندير؟ تلفات بيا الدنيا ما بقيت عارفه تنقول واش هذا الشيء زعما اجتماعات واه وصلت حتى للمباتة، لا شي حاجه ماشي هي هذيك. المهم خليته تا سلام مع راساتو وجا، وانا نجبد معاه الموضوع، قلت ليه زعما هادشي اللي غادي فيه ومن المشكله ما تتوضحش ليا اشنو واقع وشنو عندك، ولكن تبات وما تعلمنيش وما تقول ليش راه غادي نبات شويه، راه تقلقني وما تنعرفش واش انت على صح ولا كاين شي غلط تما. هو بدا تيغوت، وانت اش عرفك في هادشي ودخلي ليا في حياتي، انت بغيتيني نخدم وفي الاخر وليتي تتحكمي فيا، واش انت صحابك انا باقي خدام في البني وباقي بالدراس عند الناس، انا راه دابا في شركه كيما قلت ليك وشركه معروفه، اش بغيتيني انا نبقى انايا يقولوا لي هادي نقول لهم لا سمحوا لي راه مرتي راه تتسنى في الدار. ودابا نتيا اش دخلك في هادشي واش دخلك في هاد المواضيع كاملين؟ نتيا اصلا الا جيتي نشوفي غنقول لك واحد الكلمه، وهاد الكلمه اللي قال ليا راه ما حيدتش ليا من عقلي وبقيت ديما تندورها في راسي. قال لي نتيا اصلا المستوى ديالك دابا ماشي هو المستوى ديالي، انا دابا نستاهل الا جيتي تشوفي نستاهل واحد المراه اللي تكون قاريه وواعيه بحالي والمستوى الدراسي ديالها بحالي، هي اللي عادي تقدر تفهمني.
المهم عجبك الحال، ما عجبكش الحال سيري ضربي تماره مع راسك وخليني انا نتصنت لعظامي. ايوا السيد مشى نعس في بلاصتو، خلاني انا تنتلوى وتنتكوى في قلبي، ما عرفتش نقول ولاش نخلي ولاش. صافي جمعتها في قلبي وسكت ونعست، وقلت خليه دابا يهدي صدر ربي، ماشي مشكل. هو دايخ هاد الساعة ولكن عادي يرجع عادي يرجع، حيت ماشي هكا كيعرفتو النهار الاول، ضروري شي حاجة بدلاتو. المهم صباح الصباح مشى لخدمتو، مشيت انا لخدمتي. ايوا بقيت تنتسناه، النهار الاول النهار الثاني النهار الثالث والو، السيد ما عندوش الاثار ما كاينش. حتى لواحد النهار تنتفاجئ، جات واحد البرا فيها استدعاء ديالاش ديال الطلاق، راجلي بغا يطلقني. ما تصوروش انا ما عرفش شنو ندير، تلفت بيا الدنيا، بانت ليا هي هذيك السيده اللي كنا كارين عندها. مشيت عندها دايخه بيا الدنيا وتنبكي، تصور الخدمه ديالي ما علمتش السيده انني راه ما جاياش. قلت لها شوفي عتقيني، شوفي اش وقع ليا، شوفي هذا السيد هذا اللي ما خليت ما درت معاه، شوفي اش دار ليا. بقيت فيها بزاف مسكينه، بقيت فيها وبقات تتواسيني وتتقول لي هي بردي دابا، هي بردي لا تجيبيها في راسك، حيت ولت كانت حالتي حاله ما عرفت ما ندير، وليت تنبكي ودخت، حسيت براسي صافي. واحد الشمته ما كاينش بحالها، تشمت، والمشكله تشمت من اقرب الناس اللي كان عزيز عليا وكنت نديرو بحالي بحال نفسي، ما عمرني استخسرت فيه شي حاجه ولا قلت لا نخبي تحت مني ولا ندير علاش نرجع. اللي كان تنحطو ليه وتنبين ليه كاع الحاجه اللي عندي، ما كنتش تنقول ليه لا ما عنديش قد وقاد. المهم كنت صفحه بيضه قدامه. السيده مسكينه قالت لي شوفي بنتي فيها خير، انتي كنتي بنت الناس معاه وهو بين على الخبث ديالو، ملي ربى الريش دابا ان شاء الله، دابا تشوفي عادي الصمتة تدور وربي عادي ياخد لك الحق ديالك منه. دابا جمعي راسك وتوقدي معايا، وإلا بغا يطلق يمشي يعاود راسو يطلق، إلا بغا يطلق وياكي تمشي تبعيه ولا تبداي تشرجري موراه. خليه الله يعاونو والله يسهل عليه، وانتي ديها في حياتك وديها في خدمتك. الحمد لله راكي خدامه وقاده براسك، الصعيبه هي كون ما كنتيش خدامه وخلاك هكا لا حليل لا رحيم. دابا سيري لخدمتك، والنهار اللي بيمشي تلاقاي معاه في المحكمه سيري وقضي امورك والله يسهل عليك. وسير بنيتي الله يسهل عليك، انت يا بنت الناس وما عمرك عادي تخيبي. ما تصوروش هذيك الهضره كي وقضاتني وحسيت بواحد السند اللي كنت محتاجه ليه في هذيك المرحله. المهم كملت حياتي هكاك. كانت في كل جلسة ما تيجيش هو تيجيه المحامي، السيد ولات محرك عنده القضية، ما بقى قاع تيرضى يتقابل معايا ولا تصيفط ليا المحامي. حتى انا سمحت ليه في كل شيء، قلت ليه هي الله يعاونك يخ منك ومن فلوسك. المهم تفرقنا وداز كل شيء هو هداك على احسن ما يرام، مشى هو في حالاته مشيت انا في حالاتي. صافي كملت في حياتي الحمد لله، وبقيت خدامه مع ديك السيده مهليه فيا وكانت عارفه الظروف ديالي وداك الشيء، ولكن الحمد لله كنت بخير. واحد النهار كنت هكا خدامه يعني خدامه تنقضي شي امور هكا تنظف، وهي كانت مرتاحه هذاك النهار مكانش عندها الخدمه، وهي تعيط ليا فاطمه شي جلسي حدايا بغيت نجبد معاك واحد الموضوع. قلت لها ياك ما كاين باس لاله، يعني خاصك شي حاجه ولا بغيتي شي حاجه؟ قالت لي لا كل خير. شوفي تي دابا هاد الدماره اللي تضربي وهاد الخدمه تالي متى بديتي تبقاي خدامه؟ قلت لها انا الحمد لله مرتاحه، واكثر حاجه زايده مريحاني هو انني خدامه معاك نتيا، انا نخدمك بعينيا واللي بغيتي، حيت ما شفت منك ومن الوالده ديالك غير الخير، وما ننساش خيركم انا الى يوم القيامه. قالت لي لا ما فهمتينيش، انا عارفك مرتاحه وبخير، ولكن انا بغيت لك حاجه زوينه احسن. ها انت اش بالك؟ انت تبارك الله تتعرفي طيبي وتتعرفي تفكري مزيان وتتكتبي وتتقراي، علاش ما تجيش تخدمي معايا؟ المهم انا راه الخدمه ديالها كنت مره يعني تيبان ليا انها خدامه في داكشي ديال التنظيم ديال الحفلات والاعراس وكل حاجه عندها علاقه بداكشي ديال تنظيم الحفلات. انا الصراحه تفاجأت، قلت لها وعلى هاد الدرجه زعما عطيتيني هاد الفرصه؟ قالت لي انا شفتك كي دايره معقوله
وثقة، وما كرهتش أنك تكوني من المجموعة اللي خدامين معايا وتكوني جنبي وعاد تعلمي مزيان، وإن شاء الله عادي تشوفي معايا غير الخير. أنا قلت ليها مادام نتيا جات من عندك غنتوكل على الله وأنا معاك في أي حاجة قلتي ليا. إيوا الحمد لله كانت واحد المرحلة زوينة في حياتي، وكان ليها واحد الخير خير كبير عليا. بديت الحمد لله خدامة معاها، تعلمت الحرفة مزيان، وليت تنعرف السلعات شنو اللي بيتشرى، كيفاش ننظم الناس اللي خدامين، كل واحد تنعطيها شنو بيدير، تنقيد السلعة. المهم كانت الأمور غادية على أحسن ما يرام. كانت شي حفلة ولات تتكلفني أنا وهي تتجلس، يعني وليت بحال يديها اليمنى، تنعرف كل حاجة في الخدمة، أي حاجة شادة والفادة تدوز عليا. المهم بحالي بحالها، حتى الثقة اللي كانت عاطياني كانت واحد الثقة تقولي بحال اللي اختها وكتر. واحد النهار كانت عندنا واحد الحفلة، قالت لي دابا غدا كاينه واحد الحفلة دايره واحد الشركة وبيديروها في واحد القاعة، وكلفتني انا اللي نتكلف بهذيك الحفلة ننظمها. بحكم انني ولفت يعني الخدمه وعرفت كيفاش غادا، كانت ساهله عندي ماشي شي حاجه، وكنت ديما تنحط الامور مزيان، كلشي تيكون على احسن ما يرام. ايوا دخلنا للقاعه، بدينا نوجدوا داكشي، الامور بداو الناس تيدخلوا. صافي بديت تنعطي المجموعه اللي خدامين معاها كل واحده شنو يدير، ها اللي بيفرق الحلوى، ها اللي بيفرق العصير، ها كيفاش تحركوا، ها كيفاش الامور. هذيك اللحظه اللي نهز راسي هكا تنشوف من جنب تيبان ليا الراجل اللي كنت واخده جالس لك السيد تيكركر ومفركس لك مع راساتو ضاحك ناشط. هي وبقيت قلت ليه يا وليدي عيش مع راسك الحياة وخليني انا. كنت دابا الحمد لله انا بخير، وانا نتكون وتجمعت في ديك البليصه وحرصت انني ما نشوفو ما يشوفني، ما بغيتش وجهي تقابل مع وجهه الله يعاون. ولكن قلت ليه شوف كيما حرقتي لي قلبي وانت باك تضحك هكا، الله ياخذ فيك الحق، وحسبي الله ونعم الوكيل فيك. وكنت ديما انا هاد الدعاء فيما نصلي تنتفكرو تنقولها ليه، حيت الكيه ديالو بقات ليا في قلبي ما عمرني ننساها. ايوا دازت الحفله بخير وعلى خير، نبطا عليا متى نمشي في حالاتي. المهم مشيت كملت على اموري بخير، الحياه كانت الحمد لله بخير، الرزقيه قد زاد بخير وعلى خير. كنت مهليه في والديا، مهليه في خوتي اللي مزوجات، اللي خاصها شي حاجه الحمد لله تنحضرها ليه، والدي خاصهم شي حاجه. يعني كنت بخير وكنت المثال ديال المراه اللي وقفات على رجليها واخا داكشي اللي وقع ليها، وكان كلشي تيقول تبارك الله مراه ونص. ايوا الحمد لله ربي قدرني شريت واحد الدويره صغيره اللي نعيش فيها، وبقيت ديما على تواصل مع الام ديال هذيك السيده اللي خدامه معاها. ما عمرني خليت واحد النهار اللي ما نمشي نسلم عليها ولا نصبح عليها. المهم ديما تنديرها الحمد لله بحال فال الخير ليا في حياتي. يعني عرفاتني فين ساكنه ومشات معايا شافت الدار، ومسكينه ما خلات ما جابت ليا الصراحه. ايوا دازت السنوات والأمور على أحسن ما يرام، أنا الحمد لله عايشة حياتي وبخير. واحد النهار كنت مرتاحة تنسمع الدقان، دقان دقان دقان. شكون اللي بيدق عليا؟ ما دايرة مع حد، ماني ما قال لي حتى حد راني جاي عندك، يعني اللي بيجي عندي راه تيعلمني قبل. كانت السيدة ولا كانت شي وحده هكا من البنات اللي خدامين ولا شي حاجة، تنحل الباب وتنتفاجئ. تخيلوا شكون؟ الراجل اللي كنت واخده. ولكن كنت تشوفوا الحالة ديالو كي داير، واحد الحالة، واحد التكرفيصة واللحية، فينا هي ديك الطبوكيصة وفينا داك الكوستيم وفينا هي الريحة المعطعطة والو، وداير واحد العكاز حالته حال رجليه كلها مدقدقة. قال لي يا فاطمة عاقلة عليا؟ قلت ليه عاقلة عليك، على انت غادي ننسى بعدا وجهك؟ اش جابك وكيفاش عرفتي الدار؟ قال لي راه عرفتي السيدة اللي كنا كارين عندها، بقيت مزيرة وتنطلبها وداك الشي تعطتها ليا بزز. قلت ليه راه اصلا كون جات عليا انا ما تعطيك كاع تشوفني. قال لي شوفي انا عارفك حاقده عليا وما خليت فيك حتى شي حاجه خايبه ما درتها لك، وانا بغيتك تسمحي ليا، عافاك سمحي ليا.
وراه شوفي تكوني متأكدة ربي انتقم ليك وانتقم ليك أشر انتقام. قاع داك الشي اللي درتي ليا واللي عاونتيني فيه ربي حيدو ليا في لحظة. حليت عينيا لقيت راسي لا حنين لا رحيم والو، رجعت للنقطة اللي كنت فيها وكفس. قال لي واحد الليلة كنت في واحد الحفلة وكنت عايش اللحظة بخير مع الصحاب، وخرجت ناشط بغيت نمشي للدار، هاديك اللي سقت الطوموبيل زربان وبخير تنحس براسي ضربت شي حاجة، تنلقى راسي ضربت واحد السيد، ومن الزهر ديالي دغيا تجمعوا عليا الناس شدوني عيطوا للبوليس، وانا اصلا مدقدق حالتي حالة تكرفصات ليا رجليا. صافي مشيت دزت في المحاكمة حكموا عليا ودوزت، بقيت شحال وانا محبوس، ولحسن الحظ خرجت عفو، ولكن كوني ما خرجت لا خدمة لا مستقبل لا حتى شي حاجة، لا صحة حتى هي ما بقيتش مسوقرها. وانا دابا تنطلب منك الا كنتي ترأفي بيا وتسمحي ليا وتشوفي من حالي، راه ما عندي حتى شي حد من غيرك. انا بقيت تنشوف فيه وتنقول انا الصفحة ديالك حرقتها شحال هادي، واي حاجة كانت بيناتنا سالات حتى هي شحال هادي، وانت يا ولد الناس الله يسهل عليك، حيت اللي خان الثقة مرة عايخونها مرة تانية وثالثة. وسديت الباب وكانت هذيك آخر مرة نشوفو فيها. وكانت هذه قصتنا ديال اليوم، القصة اللي تتورينا باللي التضحية ماشي ديما كتلقى الجزاء اللي كنتي تتسناه، ولكن حتى في خيبة الأمل كاين دروس كبار وكبار بزاف. مهم شنو الرأي ديالكم؟ واش فعلا الحب والتضحية كيستاهلوا، ولا خاص الواحد يفكر في راسو قبل من أي واحد آخر؟ خليو لي الرأي ديالكم في التعاليق، وما تنسوش تدعموا القناة بلايك واشتراك باش يوصلكم إن شاء الله كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.